هي ايه دوري الامم الاوروبيه وليه اتعملت وامتى اتعملت وايه الفايده من البطوله دي اصلا والمركز الاول بيكسب ايه وبيخسر ايه وايه فكره التنظيم بتاعها؟ كل الاسئله دي اجابتها في الفيديو بتاع النهارده، لكن قبل ما نبدا اتمنى تعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس تنبيهات عشان يوصلك كل جديد. فمن غير كلام كتير استمتع بالفيديو. طب هي ايه دوري الامم الاوروبيه؟ هي عباره عن المباريات الدوليه الوديه اللي بتتلعب في نص الموسم. مثلا هديك مثال عشان تفهم اكتر، مثلا بلجيكا بتلعب هولندا، بس مش مباراة رسمية، مباراة تعتبر ايه ودية. طب واحد ممكن يقول لي طب هي ليه اتعملت؟ هو في سببين، اول سبب زيادة المشاهدات للمباريات الدولية الودية، تمام، وتاني سبب ان هم يعطوا فرصة للمنتخبات الضعيفة ان هي تظهر زي جورجيا، اوكرانيا، كرواتيا والى اخره. طب واحد ممكن يقول لي هي امتى اول نسخة ليها؟ لكن قبل ما نعرف هي امتى اول نسخة ليها لازم اقول لك على حاجة، ان بطولة زي دوري الامم الاوروبية بتحصل على مدة سنتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا يفترض معايا ان تاريخ النهارده 2010 2024، البطولة هتخلص 2010 2026، واول منتخب يفوز ببطولة دوري الامم الاوروبية الا وهو المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-0 بتاريخ 9 يونيو 2019. طب ايه هي فكره تنظيم بطوله زي دوري الامم الاوروبيه؟ بص، انت عندك 55 منتخب متقسمين على 4 مجاميع، كل مجموعه فيها 16 منتخب ما عدا اخر مجموعه فيها 7 منتخبات. طب واحد ممكن يقول هم بيختاروا 16 منتخب على اساس ايه؟ بص، هم بيختاروها على حسب التصنيف الدولي لفيفا. يعني الكلام ده يعني اقوى 16 منتخب موجودين في فيفا بيبقوا في مجموعه ايه، تاني 16 في مجموعه بي، تالت 16 في مجموعه سي، واخر 7 زي ما قلت لك ان المجموعه الرابعه بيبقى فيها 7 منتخبات في مجموعه دي. بص ركز معايا عشان الحته دي بتلخبط فئه كتير من الناس. بص على سبيل المثال عندك في مجموعه ايه فيها 4 مستويات، مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، مستوى رابع، تمام، واللي بينافس على بطوله دوري الامم الاوروبيه الا وهي مجموعه ايه، او بالاصح مجموعه الف. طب واحد ممكن يكون جه سؤال في دماغه، طب ايه فايده المجاميع التانيه؟ المفروض زي ما قلت لك ان مجموعه زي ايه متقسمه ل4 مستويات، والمنتخب اللي بتصدر المجموعه بتاعته بيتاهل لنص النهائي. هديك مثال عشان تفهم اكتر، نفترض مثلا اللي اتاهل من المستوى الاول البرتغال، واللي اتاهل من المستوى الثاني ايطاليا، واللي اتاهل للمستوى الثالث هولندا، واللي اتاهل من المستوى الرابع اسبانيا. طب بالنسبه لاخر 4 في اخر كل مستوى مصيرهم ايه؟ مصيرهم كالتالي، ان اخر 4 دول بينزلوا لدوري بي، وفي 4 بدلهم هم بيكونوا متاهلين مكانهم، فبتبقى عباره عن ايه، عن عمليه تبديل. الكلام ده بيطبق على كل المجاميع ما عدا مجموعه سي، بينزل يعني هم بيكونوا 4 فرق في الاخر اللي هم ايه هينزلوا، ما بينزلوش ال4 كلهم، لا، ال4 دول بيلعبوا مطوشه مع بعض لحد ما يبقى في فرقتين بس هم اللي هينزلوا المجموعه دي، تمام. والمنتخب اللي بيكسب بطوله دوري الامم الاوروبيه بيكسب كاس البطوله وبيكسب 2.5 مليون يورو. وكده كنت شرحت لك كل حاجه ليها علاقه بدوري الامم الاوروبيه، واتمنى اكون فهمت نظام البطوله ماشي ازاي. وغير كده اتمنى تكون عملت لايك سبسكرايب وفعلت الجرس ده عشان يوصلك كل جديد. فاشوفك في فيديو جديد، سلام.